زي للقطن المصري. خلاص انا زهقت انا كشخص يعني من حبي للقطن المصري، مش عشان انا اتربيت بالقطن المصري والقطن المصري كان بيصرف عليا وعلى عيلتي وعلى عائلات كتيره جدا وعلى ناس كتيره جدا، لا، لانه احنا ما عندناش رؤيه، احنا عديم الرؤيه، عديم الفهم لمشكله كبيره بتواجهنا. ابسط شيء طمسها، ابسط شيء خلاص هتعمل ايه؟ هو انا هفضل وزير الزراعه يفضل ياخده ويجي في القطن؟ قلت لحضراتكم بعد كده هو وزير يبقى اسمه الدكتور البلتاجي وزير الفراغ صارف، ما ينفعش يبقى وزير زراعه. والمفروض انا ما استناش تغيير وزاري، لا. دخل معانا امبارح الحاج محمد برغش، وانا اثق في الراجل ده في فكره الزراعي وبيحب السيسي جدا، لكن قال له ده غلط، غلط يا فندم. يعني انا ما اجرؤش حتى ان انا اقول الكلام، لا ده انا خدت قرار، ده انا طلعت بمؤتمر صحفي وقول لي ده. خليني كده، القطن المصري بيقول لحضراتكم ايه؟ قام محمد علي باشا، محمد علي باشا مسك الحكم سنه 1805. محمد علي باشا دخل البلد وهو ألباني، دخل البلد وعمر وهو الاخره، ومن ضمن الصناعات الثقيله اعتمد على القطن المصري. عمل صناعه الات حلق القطن وكبس القطن ومضارب الارز ومصانع تجهيزه، تجهيز عمل مصانع للصباغه ومعاصر الزيوت وتصنيع المواد الكيماويه والصناعات التحويليه. عمل اول مصنع حكومي في مصر اسمه مصنع الخرنفش للنسيج، كان سنه 1816. وبعدين مصنع الجوخ الذي جلب له خبراء من بريطانيا. تعالوا النهارده زميلنا الاستاذ محمود الواقع او محمود الواقع، ربنا ما يوقعك ابدا يا استاذ محمود، بس اسمك كده، اسم العيله كده، بالصور والفيديو ضلمت ياقوتني النيل رحله ال100 عام من الازدهار الى الانهيار. طبعا الفيديو ما فيش وقت ان احنا نعرضه، لكن بيتكلم محمود الواقع في حاجه، محمود الواقع في حاجه مهمه جدا. بقول لحضراتكم ايه من ضمن التحقيق بتاعه النهارده في صحيفه المصري اليوم: ساهم القطن المصري في تسليح الجيش المصري في الخمسينات والستينات من خلال تصديره للاتحاد السوفيتي مقابل استيراد اسلحه. مقابل استيراد اسلحه. شايفين الحاجه اللي قدامكم دي؟ شايفين الحاجه دي؟ وفي حجاج كتير زيها، ستات بيوت دايما موجودين في القطن، دايما موجودين في حقل القطن، دايما، وينزلوا يجيبوا اللقطع من الارض، والقطن ما يجي يجوزوا بالعيال زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. في عام 820 صدرت مصر 3 بالات من القطن الى ميناء تريستا. شجع محمد علي باشا مصر وقتها على استيراد اجود انواع بذور القطن. ادخل محمد علي نوعا اخر من القطن الامريكي يسمى سي ايلاند. نجحت التجربه واصبح القطن المصري سمعه دوليه. اهو ما اجي يا عديم المفهوميه، اهو ما اجي دلوقتي واخد قرار كده من النفس ومن دماغي. قطن مين يا ابني اللي بتتكلم عليه؟ يا فندم ده قطن طويل التيله واحنا كنا كذا انت بتتكلم في ايه يا ابني؟ انا مش فاضي دلوقتي القطن طويل التيله، انا عايز ازرع فراوله، والله عايز ازرع مانجا، عايز ازرع كنتالوب. الراجل عايز يخلي كيلو الفراوله على راي احمد عوض، كيلو الفراوله ولا كيلو المانجا ب5 جنيه، ما هو ب5 جنيه يا احمد على فكره هنا في السوق والله، في بعض الاسواق. وكيلو الفراوله عايز الشعب ياكل فراوله. الوزير هدفه قبل ما يسيب الوزاره ان الشعب ينعم باكل الفراوله، ان الشعب ينعم باكل الخس والجرجير والفج. ده اذا قادر البلتاجي النهارده عمل لنا حاجه كويسه قوي ما فيش زراعه، ذره بايظه، رز بايظ، ري بايظ. طب يا عم انت عندك تراكمات، خد قرار. وبعدين ما الناس قعدت مع الرئيس مرتين يا سياده الرئيس، الناس قعدت معاك مرتين، والناس اللي قعدت مع حضرتك مرتين دي مش موافقه. الناس اللي قعدت مرتين دي بتقول لك احنا روحنا بتتسحب يا سياده الرئيس من القرار ده. اسوأ قرار يتخذ يا سياده الرئيس بالنسبه للفلاح، روحنا بتتسحب يا فندم، مش قادرين نتنفس. طب هنقول لمين تاني بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ ما الراجل حبيبنا، رئيسنا حبيبنا،
بدون تطبيل ولا تزمير يعني. طب يا ريس هنعمل ايه في القط ده يا ريس؟ هنشيع الجنازه دي ولا نعمل ايه؟ الراجل خليفه عز الدين وسيد جلال وايهاب حسن وطه حسين ارهقتهم النهارده على ما عملوا لنا النعش ده. نعمل ايه؟ والاخ محمد فاروق راح جاب القطن ده. طب نعمل ايه بعد الكلام ده؟ ها؟ وقدام حضراتكم اهو تشييع جنازه القطن المصري. هل من ايد تساعد او حد بس يا فندم؟ طب بالتدريج فهمنا، اعمل مؤتمر صحفي وتعالى وهات الفلاحين اللي هم فلاحين بقى، مش واحد جايب لي حاصل لي على 17 دراسه و17 شؤون اجتماعيه و17 دكتوراه و17 مش عارف ايه وانت مش فاهم يعني ايه زراعه. انت مش فاهم يعني ايه زراعه. يعني ايه الحل؟ مفيش حل. حتى قعدنا ندور على القطن والله العظيم في القاهره، قعدنا ندور على القطن في القاهره مش لاقيين قطن. رحنا جبنا قطن من المنجدين، وما تسال المنجد يقول لك المصيبه بقى، المصيبه انه يقول لك القطن اللي عندي مش مصري. يا ريس، يا سيد، ده قطن تنجيد ابيض وده قطن تنجيد احمر، ده قطن كويس وده قطن اي كلام، ده قطن نظيف وده قطن وسخ شويه. هو ده اللي فهمنا المنجد. طب يا عم القطن ده بيجي لك من؟ قال لي لا ده كله بيجي من بره. الله، طب مين السبب في ان القطن يجي من بره؟ الدوله. ايوه انتوا مش مسؤولين دلوقتي، لكن انتوا في النهايه عندكم امكانيه وعندكم امكانيات وعندكم قرارات. طب استنى يا اخي البرلماني ما يجي لك، استنى البرلماني يا سياده الوزير ما يجي لك. اذا كنت انت ولا انت مستعجل؟ انت مستعجل يعني؟ انت مستعجل ايه الموضوع؟ وبعدين انت قلت 100 قرار قبل كده. طلع وزير الزراعه قال لك ان وزاره الزراعه فيها فساد للركب، وان احنا لا نملك استراتيجيه للزراعه. ده تصريح لرئيس الوزراء يا سياده الرئيس، والله تصريح لرئيس الوزراء. هنشيع الجنازه خلاص، هشيعها خلاص. ودي الجنازه انا بعمل لحضراتكم دي جنازه رمزيه مش للفهلوه، لا، ده تثبيت فكره ان احنا اجرمنا في حق القطن المصري، اجرمنا في حق اهم حاجه كنا بنتباهى بيها. دي جنازه انا شايلها اهو، مش هياعة يا ابو سينا. انت بتنق ليه بس؟ دي جنازه القطن المصري، ماشي؟ وانا بقول لحضراتكم تاني، مش فهلوه ولا ان انا عايز اعمل منظر ولا انا عايز اعمل شو، لا، انا عايز اثبت في دماغ حضراتكم وفي فكر حضراتكم ان في يوم من الايام خدنا واحد من اسوأ القرارات الخاصه بالزراعه في مصر، من اسوأ القرارات الخاصه بالفلاح في مصر، من اسوأ القرارات الخاصه باجود منتج كان بيبقى موجود في مصر. الحل ايه؟ الحل ايه حضراتكم؟ احنا كنا بنسمع على رأي محمود الواقع نورت يا قطن النيل، دلوقتي بيقول ضلمت يا قطن النيل. تسمحوا لي في دقيقة كده هشيع بس الجنازة دي ورا الكاميرا ديت وارجع لحضراتكم تاني. نورت يا قطن النيل يا حلاوة عليك يا جميل.